يمكن النهارده انا مش عارف ابدا ازاي ولا اتكلم من فين، بس فعلا الاسماعيلي هبط. دي حاجه من المؤسف ان انا طالع اتكلم فيها من بعد صفاره ماتش الجونه الاسماعيلي الى دوري المحترفين. ده الواقع، ده واقع. بس يعني انا النهارده طالع بكل مشاعر، بكل كلام، مش محضر حاجه، بس النهارده لازم اتكلم في نقطه معينه. الاسماعيلي لما بيلعب في اسماعيليه وانت جاي من شارع شبين لشارع رضا ما بتعرفش تمشي. الاسماعيلي لما بيجي يلعب ايام اسماعيلي واهلي، اسماعيلي زمالك، اسماعيلي واتحاد، الوضع بيبقى مختلف تماما. اللي وراه مشوار في شارع المدارس، في التلاتيني، في البحري، بيأجلوا عشان الاسماعيلي بيلعب. اللي رايح نازل القهوه، اللي هو مثلا في قهوه في المحطه الجديده، في الشهداء، في العرشيه، بياخد معاه كرسي عشان القهوه مليانه لان الاسماعيلي بيلعب. اللي ماشي في الخمسه هتلاقي شباب زي الورد، شباب زي الورد، ماشي بشورت جينز وتيشيرت الاسماعيلي وكمان كوفيه ومكتوب عليها القدس عربيه والدوري في اسماعيليه، لسه لغايه دلوقتي موجوده. تعالى لاهلنا في ابو صوير، اهلنا في القصاصين، الناس دي زمان كان اكل عيشهم من الاسواق، سوق بيروح يعني يوم واحد سوق، يوم واحد ما كانش بياكل عيش غير كده. جدي كان بيطلع السوق يوم السبت، الاسماعيلي لو بيلعب ما يروحش. هو ده الاسماعيلي، هي دي اسماعيليه. يعني الوضع صعب في اسماعيليه، مدينه حزينه، مدينه بلا نور بعد الاسماعيلي. حاجه تانية عايز اتكلم فيها ان الاسماعيلي يعني يوم ما كان بيجي يلعب لا صوته يعلو فوق صوت الدراويش. الوضع بيبقى صعب. شارع مكة بيبقى مليان فرحة، شارع مكة بيبقى مليان بهجة. هي دي اسماعيلية. اسماعيلية ملاش غير الاسماعيلي. انت هبطت؟ انت هبطت. متضحكش على نفسك، ما عادش في اسماعيلي، اسماعيلي مش موجود في الدوري. متضحكش على نفسك، هو ده الواقع لحد دلوقتي. بس اللي انا جاي اتكلم فيه النهارده، ودي حاجة من المؤسف ان انا جاي بقولها، ان انا مش هتكلم عن الكورة تاني او هوقف كلام عن الكورة في البرنامج للفترة اللي فيها الاسماعيلي وقع. اعتزلت الكلام عن الكورة بسبب الاسماعيلي. انت كمسؤول او انت كعضو مجلس ادارة، كموظف، ك